خوتي السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. نتمنى تكونوا جميعا بألف خير. اولا قبل ما نشوفوا ونسمعوا القيل والقال، مليون مبروك تأهل اشبال المغرب لربوع نهائي كأس العالم للفتيان اقل من 17 سنة بقطر. حقيقة الدراري حمروا لنا وجهنا امام مالي. نتمنى ان شاء الله يتوفقوا امام المنتخب البرازيلي. هذا المنتخب البرازيلي نتمنى حتى هو يدير عقله ويدير ما دار خوتو في الشيلي، شدوا الطياره امام المغرب وعطاونا اتساع. خوتي ما نطولش عليكم، نخليكم تشوفوا المباراه الجميله ديال المنتخب المغربي وكذلك افتخار الاعلام العربي بالمغرب اللي راه مسخن الطرح في قطر. ثم نعود لنعلم. بدأت المباراة مشاهدينا وتمريرة بعيدة تماما، كانت تشارك في هذا المونديال. انطلاقة في الأمام وتصل الكرة أيدي، والانطلاقة في الأمام تمريرة خطيرة جدا وطويلة، ولكن على طول في نص الملعب أو في منطقة الجزاء، وتصويبة قوية والله خطيرة جدا، تصويبة قوية من لاعب إلياس أو عيسى كوني، لكن يتألق الحارس بالعروش. شوف السيطرة والتصويب بدون اوفسايد وتصويبه. داودي ينطلق، داودي يخترق من الجبهه اليمنى يا ولد العيب، ودي عرقله وفاول، عرقله وفاول، وربما هناك انذار. وضرتكم مباراه كبيره جدا، وادي نبيل بها طبعا احد زياده عدديه من لاعبي المغرب في منطقه الجزاء، ولتمريره عرضيه جول. الله 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 الله، زياد باها يفعلها، يتألق يتجمل يتعملق ويرتقي فوق الجميع ويناطح السحاب بضربة رأس جميلة جدا جدا جدا. يسجل المنتخب المغربي أول أهداف اللقاء جميع، وبضربة رأس مثالية يسجل الهدف الأول في هذا اللقاء. ديمبلي خطير والله، خطير والله ديمبلي، خطيرة 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 مرة ثانية فني، ولكن تتشتت الكرة من أمامه بفداء. انطلاقة في الأمام، ودي الكرة العرضية وضربة الرأس مرة تانية. الله على الانطلاقات، الله على التحولات، الله على الاختراقات. بومبا خطيرة خطيرة خطيرة، تعدي خطيرة، وبرافو برافو 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 برافو. التغطية الدفاعية في هجم، انطلاقة في الأمام طويلة، العمق الدفاعي مرة تانية وثالثة وخمسة وعشرة يا جماعة. العمق الدفاعي والاندفاع الهجومي لولاد القوة البدنية. كرة عرضية مرة تانية في منطقة نص، هو بيلعب 4-1 4-1. أنا في رأيي يغير شوية، ودي تمريرة عرضية، يلعب 4-2-3-1، ينزل بواحد كمان 6. تترد الكرة من حمزة أبو هادي، وحكم اللقاء ماذا احتسب؟ احتسب ضربة الله يتجمل إن شاء الله بالعروش، بالعروش يا ولد، رايح للكرة لكن خلاص. بومبا يسجل بطاقة التعادل، بومبا يسجل هدف التعادل ليتعادل المنتخب المالي بهدف مقابل هدف مع المنتخب المغربي. التمريرات النموذجية، ذكري عرضية خطيرة جول، خطيرة جول. لسه بقول لحضراتكم احساسي بيقول لي ان هذا المكان هو المكان السحري للمنتخب المغربي اللي بيسجل من خلاله الاهداف، وبالفعل وبنفس الطريقة وبنفس السيناريو وبنفس الاسلوب يتألق منصف ذكري ويضع التمريرة الحريرية، التمريرة المثالية، التمريرة الرائعة، التمريرة النموذجية على رأس القادمون من الخلف. زكريا الخلفاوي يقتنص هدف ثاني بنفس الطريقة. انطلاقة ثانية من جرير المنتخب المالي، عرضية خطيرة خطيرة خطيرة. اوه الحمد لله تعدي. بقول لحضراتكم للمرة المليون، للمرة الثالثة والرابعة والخامسة، هناك خلل في العمق الدفاعي. مرة ثانية خطيرة جدا 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 بالعروش، للمرة الثانية يتألق في أقل من دقيقة. تصويبة قوية خطيرة جدا جدا من بومبا، لكن طبعا برافو الحارس. زياد خطيرة، زياد الثالث يا لا 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 لا. وليد بن صلاح يضيع فرصة المباراة، وتصويبة قوية. يا 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 الله 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 الله. ها هم الأسود، ها هم الأسود، ها هم الأسود المتألقون المتجملون، أسود الأطلس وأشبال الأطلس، يبدعون ويقنعون ويمتعون. والهدف الثالث حاضر. فوز حلو دائما، والفوز يصنع الابتسامة، وابتسامتك حلوة بصراحة. في البداية نقول ألف 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 مبروك لهذا المنتخب. ما نقول عنه منتخب ناشئ أو شبه، نقول رجال في الملعب. منتخب المغربي الشقيق اللي أفرحنا كلنا، كل العرب. أعتقد انتصار مستحق. نقول مبروك لهذا المنتخب، نقول مبروك لهذه الجماهير الوفية اللي حضرت في مباراة اليوم طوال 90 دقيقة تآزر. نقول مبروك للكباتن اللي عندك في الاستديو. بالفعل أخوي خالد الفوز حلو. أعتقد اليوم المنتخب المغربي قدم مباراة نموذجية. أنا قلت قبل المباراة اليوم مباراة المدربين. بالفعل أعتقد نجح الكابتن نبيل باها بشكل كبير في إدارته للمباراة. خالد هناك
قبل المباراة أنت توضع استراتيجية وقراءة، وأيضا أثناء المباراة توضع قراءة واستراتيجية وتقراها. فاعتقد هو تفوق بشكل كبير قبل المباراة بالطريقة اللي وضعها والتشكيلة المناسبة، وأيضا أثناء المباراة بإدارته للمباراة. اليوم المنتخب المغربي تفوق في كل الحالات. هناك في حالات في كرة القدم، الحالة الدفاعية هو تفوق فيها، الحالة الهجومية تفوق فيها، حالة التحول من الدفاع للهجوم، حالة الارتداد من الهجوم للدفاع، وأيضا النقطة الخامسة اللي هي حالة الكرات الثابتة تفوق فيها. فاليوم المنتخب المغربي استحق الفوز بشكل كبير، واعتقد نقول المنتخب المالي هارد لك. خالد، المنتخب المالي ما كان سيء، ولكن المنتخب المغربي هو اللي فرض اسلوبه، هو اللي فرض سيطرته، وعرف كيف يسير المباراة مثل ما يبي. مثل ما قلت خالد، نقطة مهمة، من اللي كان يتوقع بعد البداية المتعثرة للمنتخب المغربي أن نشوف هذا الأداء ونشوف هذه النتائج الطيبة في دور 32 واليوم في دور 16. خالد، المباراة الجاية من المنتخب المغربي أمام المنتخب البرازيلي. يمكن على الورق المنتخب البرازيلي يعني تكون كفته أرجح، ولكن بهذا الأداء وبهذه الروح القتالية والشراسة والقراءة الجيدة من المدرب، أعتقد المنتخب المغربي ممكن يروح بعيد. مبروكين الفوز، إن شاء الله أن صوتك واصل معنا. دولة قطر فالخير علينا، الحمد لله والشكر لله. الدور ربع نهائي، تتواصل إنجازات كرة القدم المغربية. صراحة عشنا مباراة صعبة رائعة في كل شيء، لكن الجماهير طيب نقول لك اول شيء مبروك. ثاني شيء احنا نتكلم، احنا يمكن ناقشنا مع الضيوف الكرام ان المنتخب المغربي خرج من عنق الزجاجه في دور المجموعات، ولكن كان هناك تهيئه ذهنيه، تهيئه بدنيه، تهيئه فكريه، استفاقه المارد اذا صح التعبير بالنسبه للمنتخب المغربي ليظهر بهذه الصوره. الان من يوقف المنتخب المغربي؟ مواصلة العمل. أعتقد بأن المنتخب المغربي قدم نتائج إيجابية خلال المباريات الأخيرة، لكن كل شيء سيتحدد على أرضية الميدان. أمام البرازيل المهمة صعبة للغاية، لكن بفضل جمهور رائع، نعم. بفضل دولة قطر التي تقدم كل التسهيلات الممكنة لكل المنتخبات التي تزور هذا البلد. أعتقد بأن المنتخب المغربي سيكون في القمة بإذن الله تعالى. القادم أمام البرازيل، كيف تقرأ المشهد؟ صعب، لكن كل شيء ممكن هنا في أرض قطر التي هي فأل خير علينا، ومع جمهور ومع لاعبين سيقدمون كل ما لديهم حتى آخر إن شاء الله. الحمد لله. المغرب إذن مشاهدينا إلى الدور ربع النهائي. مبروك كابتن عزيز لك ولجميع المغاربة. نعم. هذا الإنجاز للمرة الثانية المنتخب المغربي بربع نهائي كأس نعم. العالم، لكن المختلف هذه المرة تجاوز دورين إقصائيين على اعتبار دور 32 حديث ببطولات كأس العالم. كيف وجدت هذا التأهل اليوم نعم. من جديد أمام المنتخب المالي، هذا المنتخب الصعب؟ أولا ألف مبروك للمنتخب المغربي هذا التأهل الرائع والتاريخي. نعود لمنافسات تحت 17 عاما نعم. وللمنتخب المغربي الذي لربما أصبح الآن الحلم أكبر فيما يتعلق بهذا المنتخب بتكرار تجربتين ناجحتين جدا بالنسبة للمنتخب الأول في كأس العالم بقطر، وبالنسبة للإنجاز الأكبر لتحت 20 عام. صحيح، كما قلت المشروع قائم، مشروع يسير بخطط مدروسة، ولكن هناك الإمكانيات البشرية، هناك الإمكانيات من حيث الأطر اللوجستيكية أيضا، وهناك عمل قاعدي نجني ثماره حاليا في جميع التظاهرات، سواء كانت كرة القدم النسوية أو كرة الصالة أو المنتخب المحلي أو المنتخب الأولمبي اللي حاز على الميدالية البرونزية، المنتخب الأول اللي حاز على نصف نهائي، وصل لنصف نهائي كأس العالم، بطولة العالم تحت 20 سنة اللي فاز بها المنتخب المغربي، بطولة إفريقيا. كل هذه الإنجازات تأتي بعد عمل كبير جدا أظن من والأطر أيضا مغربية. هذا شيء جميل جدا. أظن بأن المنتخب المغربي أتمنى أنه يلعب بنفس الروح، بنفس القتالية وبنفس المهارات اللي يلعب. هي من وصيف بطل العالم النسخة الماضية. أكيد المنتخب البرازيلي يحسب له الوصيف والبطل خارج البطولة على كل. نعم، الوصيف والبطل أصبحوا خارج هذه البطولة، حتى المنتخب الألماني خرج. في ربع نهائي النسخة الماضية تبقى فقط منتخبين، هو المغرب والبرازيل. كان موجود فرنسا، إسبانيا وألمانيا وأوزبكستان ومالي والأرجنتين، كلهم خرجوا في ربع النهائي النسخة الماضية. وفي هذا الربع النهائي فقط منتخبين
اللي عاشوا من النسخه الماضيه اللي هو البرازيل والمنتخب المغربي. هل تمكن اشبال الاطلس من تجاوز نظرائهم البرازيليين سيواجهون في الدور قبل النهائي المتأهل من مواجهة البرتغال وسويسرا. طريق ليس سهل يعني البرازيل ولو فاز أمام البرازيل ممكن البرتغال أحد أقوى المنتخبات خلال هذه البطولة. تابعناها حتى مع أسماء كبيرة الآن يتم الحديث عنها عالميا كذلك في المنتخب البرتغالي. البرتغال عندما تفوز ب5 أهداف على المكسيك الذي يطاح بالأرجنتين، المواجهة كانت صعبة للغاية لأن فيها ندية كبيرة جدا، شفنا فيها الالتحامات كثيرة، لكن البرتغال عندهم جيل من اللاعبين مميزين. أولا المنتخب المغربي لازم أنه يواجه أولا البرازيل، يأخذ مباراة بعد مباراة. الآن كما كان هو الشأن في المباراة ثم الآن أمام أمريكا، والآن في مباراة اليوم أمام مالي، مباراة بعد مباراة تنجح عملية الاستشفاء، لأن الحالة البدنية للمنتخب المغربي كانت جيدة للغاية في المباراتين الأخيرتين. لازم يكون جاهز بدنيا لكي يواجه هذا المنتخب البرازيلي اللي عنده إمكانيات كبيرة جدا، ولكن كل الثقة لعناصر المنتخب المغربي أنها بالحماس بالتشجيعات، العرب كلهم خلف المنتخب المغربي، واللاعبين أيضا الكل أحب اللاعبين المنتخب المغربي لأنهم قدموا أداء رائع جدا. لم يكتفوا بالدفاع بل هاجموا، بادروا، كانوا ممتعين في المباراة، ونتمنى أنه يكون هناك حضور قوي أيضا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. المغرب فاز على مالي في سيناريو يتكرر، لكن هذه المرة المغرب تقصي مالي من هذا الدور لتتأهل لربع النهائي. بالطبع معي جماهير مغربية فرحة جدا بهذا الفوز، ومعي جماهير من جميع الفئات السنية. ما رأيك في هذا الفوز؟ شكرا على كل شيء، شكرا ديما مغرب. ألف مبروك. هذه هي كيف تفرح الجمهور، هكذا تعيش الجماهير المغربية. مبروك، ألف مبروك. شكرا. ليه ما بو ماشي مغربي، اللي ما بو ماشي مغربي، اللي ما بو ماشي مغربي. ألف مبروك. هذه مباراة ذات طابع خاص. مالي أقصت المغرب، لكن اليوم المغرب تكرر السيناريو لكن بنتيجة مختلفة. الحمد لله. أول شيء نفس ما قلت لكم في أول مباراة، احنا اليوم جايين نفرض كاس الإفريقيا اللي أخذناه، احنا كررنا اليوم فزنا، وإن شاء الله ما بنروح من هنا إلا بالكاس بإذن الله. وألف مبروك للشعب المغربي عامة إن شاء الله، ومشكورين دولة قطر على الاستضافة، وجزاكم الله ألف خير ما قصرتوا. وشكرا على الشرطة القطرية، وإحنا راه عايشين مزيان مع الجمهور. إحنا خاسرين ب6-0، مازال كنشجعوا المغرب ملي خسرنا مع البرتغيز. إحنا ديما ورا المغرب، ديما ورا الفريق الوطني. بلا توفيق، ديما توفيق للمنتخب المغربي. هذه المباراة المغرب شكرا للمغاربه، داروا ماتش زين، كنشكروهم، ما حشموناش وحمرنا وجهنا، والعقبه المره الجايه ان شاء الله، والكاس ان شاء الله ديال المغرب. ألف مبروك المغرب. شجعت المغرب. ألف مبروك. المغرب الكاس للمغرب. ألف مبروك. اسمك ايه؟ وانتو. ألف مبروك مشاهدينا الكرام. هذا هكذا الأجواء الجماهيرية. مرة أخرى ألف مبروك فوز المنتخب المغربي للفتيان لأقل من 17 سنة وتأهلهم إلى ربع كأس العالم. نتمنى إن شاء الله كما فرحونا أمام مالي فرحونا أمام المنتخب البرازيلي. هذا المنتخب الخطير كل شيء ممكن، خاص تكون العزيمة والإرادة والجرينتا والروح القتالية وروح الوطن. وخير دليل المنتخب المغربي للشبان لأقل من 20 سنة أعطى درس في الجرينتا وفي الروح القتالية. وخوتي نتمنى التوفيق والمزيد من الانتصارات للمغرب ولكافة المسلمين، والسلام عليكم.